لها مظلومة جدا. في عاملين قدام جدا مرتباتها 400 و500 جنيه، ما بيقدروش على المعيشة. الوقت الفلوس دي ما بقتش تقدر الناس يقدر يعيشوا بيها. فكنا بنطلب اللي فيه عدالة، يعني ما يبقاش في حد بقاله 20 سنة و30 سنة بياخد 400 500 جنيه، وفي ناس بتيجي بتاخد 1000 و2000 و3. فالناس حست في ظل الثورة بتاعت 25 يناير، فحسينا ان احنا من حقنا نطلب حقوقنا بكل حريه وباحترام، وبنحترم الناس وبنطلب حقوقنا بادب. عايزين يبقى في عدل بس في المرتبات عشان الناس تقدر تعيش. اداريا نادي الزمالك في اسوأ مراحله، ويمكن الاسوأ على مستوى مصر اداريا. يكفي ان انا هقول لك نادي الزمالك ملوش اي هيكل وظيفي. اتحدى لو كان تطلع لي ورقه من داخل النادي بتقول مين بيرأس مين، هتلاقي صلاحيات ممنوحه لمثلا نائب مدير النادي مثلا، وليست من ضمن صلاحيات المدير العام النادي، ودي يحط عليها مليون علامه.